يا بنتي فهمي، جمال كده بيضيع نفسه ومش عايز يسمع كلام حد. الناس دي مش عايزه تاذيه، الناس دي عايزه تساعده. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول كلمتين تريح بيهم نفسك عشان ما تحسش انك نبي. يا بنتي مش هيأذوه صدقيني، دول عارفين مكان سليم وعارفين ان انا صفرته كمان، يعني بيعرفوا كل حاجه. ولو هم كده بيسألوك انت ليه يا اشرف؟ ما عرفوش مكانه لوحدهم ليه؟ بقول لك ايه؟ هم اللي جولك لوحدهم ولا انت اللي رحت لهم بنفسك عشان تخرج الزفته بتاعتك دي؟ ايه التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ كده كده كانوا هيوصلوا له، وبعدين ما فيش حاجه لما طلع ربع من القرف ده. انا هقول له على فكره. هقول له. لا والله، ده بعد ما تقول لهم عن مكانه طبعا. مالكيش دعوه. تعرف، انا اللي غبيه عشان جيت واحد زيك فاكره انه هيساعدني ويحميني، وانا طول الوقت شايفاك بتبيع اعز صاحب ليك. يا منى ما بعتوش صدقيني. لا بعته يا اشرف، ودي مش اول مره على فكره. بعته لما سكت وانت شايف علي بيدور عليه علشان يقتله على ذنب ما عملوش، وانت تتفرج زي الجبان، وانت السبب في كل اللي حصل. يا سلام، ده على اساس ان انت الزوجه الشريفه العفيفه اللي ما بتغلطش. ها يا ماما، انت غلطك زي غلطي بالظبط. صح، احنا الاتنين زباله، بس انت اوسخ. انا في الاخر خنت راجل كرهته وكرهت حياتي معاه، لكن انت خنت اعز صاحب ليك يا اشرف. بقول لك ايه، ملوش لازمه الكلام ده. خروجي انت من القصه دي وانا هتصرف. يا ماما، انت غلطك زي غلطي بالظبط. صح، احنا الاتنين زباله، بس انت اوسخ. انا في الاخر خنت راجل كرهته وكرهت حياتي معاه، لكن انت خنت اعز صاحب ليك يا اشرف. بقول لك ايه، ملوش لازمه الكلام ده. خروجي انت من القصه دي وانا هتصرف. خسارة يا أشرف، مش هتقدر تتصرف خلاص. للأسف ما كنتش عايز ألاقيكي بالسرعة دي يا منى. عارفة ليه؟ علشان كنت مبسوط ومرتاح للرعب اللي عايشة فيه، وأنت خايفة لو وصلك. علي اسمعني يا علي. أسمع أكتر من كده إيه يا أشرف؟ ده حتى يبقى طمع. أنت زي ما قالت لك بالظبط، أوسخ منها. مش علشان خنتني ولا خنت جمال صاحبك، لا، إنما علشان مشيت مع واحدة زبالة زي دي. الله يرحم ايام ما كنت بتبوس جزمتي عشان ارضى اتجوزك. ومين قال لك إني اتجوزتك؟ أنت عمرك ما كنت مراتي. أنت سلمة أدوس عليها بجزمتي علشان أطلع لفوق. يعني واطي وعايز اللي يرفعك. والله كويس انك عارف. بس يا منى. علي اهدى عشان نعرف نتكلم. مات الكلام بينا خلاص يا أشرف، مات الكلام. كتب لك عمر جديد يا اشرف. عشان اعتذر لك على اللي عملته معاك، واقول لك ما تزعلش مني. اديك بتدفع ثمن كل اللي عملته. شفت الموت بعينيك. انت رجعت بس منى ما رجعتش. انا ما رضيتش ابلغ عنه، قلت كان دي حق عندي وخدوه وخلاص كده، ملوش حاجه عندك انت كمان. انا اللي بلغت عنه. ليه يا جميل؟ عشان علي بقى مسعور، ما ينفعش يعيش وسطينا خلاص. غير اللي بيني وبينه اكبر بكتير من الحكايه اللي احنا فيها دي. انا وهو خسرنا بعض من زمان، وكان فاضل شويه خسرنا كلنا بعض. حقك عليا يا جميل، انا اسف. خلاص يا اشرف، كفايه اللي حصل. وهما بينزلوني على المستشفى وانا بين الحياه والموت، كنت شايف رامي ابني، سامع صوته كمان، وكنت شايفك انت كمان. كنت باصص لي في عينيا تقول لي كلام كتير قوي، بس كنت بتطمني تقول لي ما تخافش يا اشرف، انا جنبك وهفضل جنبك زي ما كنت بتعمل طول عمرك. يا جمال انا ما كنتش خايف على رامي، لاني كنت عارف ان انت هتربيه وهتاخده مع سليم وهتحبه زيه وزي سنين بالظبط.
ياه، انا كنت زبالة قوي يا اخي. ازاي سايب ابني اللي هو حتة مني عايش بعيد عني وهو طفل ما يفهمش اي حاجة غير ان هو يتحمى فيك ويلعب حواليك ويضحك. بس خلاص، انا هصلح غلطاتي كلها. كفايه ان ابني بقى يتيم من ام، مينفعش يبقى يتيم من اب كمان. معلش، بعدين ما انت طلعت بني ادم نضيف، امال في ايه؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دلوقتي بقى كان في حد جاي يشوفك ويطمن عليك. مين؟ ربا؟ صعب قوي ان اقرب حد ليك في الدنيا دي يبقى واقع في مشكلة وانت بعيد عنه ومش عارف تطمن عليه حتى بتليفون. خلاص يا رب، انا الحمد لله بقيت كويس، وجمال طمني على ليلى كمان. المهم انتي. انا خايفة يا اشرف، خايفة قوي كمان. جمال قال لي على اللي حصل مع رضا واكد لي على اللي كنت خايفة منه طول الوقت. كنت خايفة اصدقه كمان. انا كان نفسي يبقى عايش، كان نفسي اعرفكم على بعض. انا متأكدة ان انت كنت هتحبه قوي. يا رب اللي حصل حصل، مفيش حاجة في ايدينا نعملها دلوقتي. صح، مفيش حاجة. هو انا عايزك تعرفي ان انا مبقاش ليا اي حد في الدنيا غيرك دلوقتي. القضية بتاعتك دي انا هخرجك منها وهنتجوز. تفتكر هخرج منها فعلا؟ اكيد، لازم تبقي واثقة. انا هخرج من هنا اسلم نفسي. لا يا رب، ما ينفعش. انا عارف ان هروبك ده كان اكبر غلط، بس هم اللي اجبرونا على الغلط ده، فلازم نستغله لمصلحتنا لحد ما نثبت عكسه. يمكن كلامك يكون صح، بس مش انا، مع حد تاني. انا ما اقدرش اعيش هربانه وخايفه وقلقانه طول الوقت. انا عارفه ان انا ما عملتش كده وان انا بريئه، بس هم بقى قدروا يزرعوا جوايا احساس بالذنب والخوف هيفضل محاصرني طول الوقت. وانا زي ما قلت لك اول مره شفتك فيها، انا هفضل جنبك طول عمري. انا جيت اشوفك واطمن عليك بس وخلاص. انا ما بقتش خايفه علشان انت وعدتني انك هتكون جنبي وانك هتعوضني عن رضا. عماد جد الله، ده اسمك انت يا جماعه مش كده؟ اه، متحول له مبالغ على 3 مرات في ظرف شهر تقريبا. ده ايام عمليه العراق والسفير باجي اتسلم. مين جهاد مهنا ده؟ ده اسم الحساب كان بيستخدمه علي، اسم يعني للتمويه مش اكتر، بس ملوش حق ان هو يتصرف في الفلوس ابدا. بس ده بيثبت تورطه.